السلام عليكم. الحالة صعبة والناس تعبانة، والكلام ده موجه للحكومة بصفة عامة. الشعب تعبان والناس جابت آخرها، ما عادش فيه مجال للناس تتحرك فيه. الشعب طفح كيلو من الوضع. نقول له بكرة الدنيا هتتحسن، بكرة الدنيا هتتعدل، الاقتصاد بيقوم، الحكومة اتغيرت، هيشوفوا حال المواطن الفقير الغلبان. فدلوقتي المواطن الفقير الغلبان اغلاب غلب، غلب وغلاب غلب. هيعمل ايه؟ ما عادش قدامه اي وسيله وكل البيبان اتقفلت في وشه. هيعمل ايه؟ هيعمل ايه المواطن الغلبان؟ النهارده شغال ب 3000 في الشهر وب 4000. النهارده اي بيت في مصر اللي هو مكون من 4 افراد فقط، زوج وزوجة و2 اولاد، يعيش ازاي النهارده؟ يعيش بكام النهارده البيت؟ ولا 300 400 جنيه يكفوا له يومه، عشان يقضي يومه ب 300 400 جنيه عشان يقضي يومه. هيعمل ايه؟ طب هو شغال ب 100 جنيه في اليوم ولا ب 120 ولا ب 150 ولا ب 200؟ المعيشة اليومية بتاعته عايزة 300 400 جنيه. هيعمل ايه؟ والاب اللي عنده 3 4 اولاد ومنهم مدارس ومنهم كليات ومنهم مصاريف يومية، هيعمل ايه؟ ايه الخطط اللي هتخلي الشعب يتفائل؟ ايه الخطة بالنسبة للحكومة؟ الحكومة اللي فاتت كنا بنقوله خلاص وعلى امل ان الحكومة تتغير. طب الحكومة اتغيرت ودي لسه في البداية بنقوله يا هادي، وده اللي حصل. طب الناس هتعمل ايه؟ الناس هتعمل ايه بالله عليكم يا حكومة، يا سيد رئيس الوزراء؟ يعني انت دلوقتي السلع مع اي زيادة للوقود السلع بتزيد، وعملت خطة عشان زيادة سعر الوقود عشان ده رفع الدعم. تمام تمام، الله يوفقك. طيب رفعت دعم الوقود، رفعت الدعم من على الوقود، فبالتالي السلع ارتفع سعرها، وبالتالي هم ال 3000 او ال 4000 بتوع الموظف ما زادوش. هيعمل ايه؟ انت عملت خطة، انت سيادتك عملت اجتماع وعملت خطة، تمام، وعملت خطة ازاي ترفع الدعم من على الوقود بنسبة تدريجية. هل عملت خطة تزود راتب الموظف بنسبة تدريجية؟ ما هم المفترض عشان الميزان الكفة دي تبقى متعادلة مع الكفة دي ويمشوا كده كده، ماشي. انما انت خليت كفة كده والتانية عملت كده. طب يرضي مين؟ ده يرضي مين؟ الناس تعبانة والشعب تعبان والشعب متحمل. عشان ما نلموش على الشعب، الشعب متحمل والله اقسم بالله ما في شعب في العالم يتحمل اللي بيتحمله الشعب المصري. الادويه زاد سعرها، قلنا ماشي ومش موجوده. انا اللي بنحكي الفيديو دلوقتي انا اهو، انا شخصيا اقسم بالله فيه دواء انا محتاجه ما انا لاقيه وسعره غالي ومش لاقيه. طب هنعمله ايه؟ هنعمله ايه طيب؟ هنعمله ايه طيب؟ العلاج مش موجود وسعره غالي. طيب دلوقتي كل السلع زادت. يعني كنا بنقوله الشعب ايه، الدنيا هتريح وهياخد نفسه. ما لحقش الغلبان ياخد نفسه اساسا، ما حسش لسه بنزول الاسعار اللي ما نزلتش، دي زادت قبل ما تنزل. يعني سعر الاسعار زاد قبل سعرها ما ينزل. هيعمل ايه المواطن؟ المواطن البيبان اتقفلت في وشه، هيعمل ايه؟ يسرق، القانون بيعاقب، مفيش حد نشحته منه.
لو في حد نشحته منه نقول له ماشي. كله بيشحت، شحاتين هتشحت من شحاتين. ودلوقتي رجال الاعمال اصحاب المصانع بيمصوا دم الغلبان، بيبيع السلعه باضعاف مضاعفه، والراتب الموظف اللي عنده ما بيزيدش. طب ليه؟ وفي حاجه كمان، في حاجه انا بننبه الحكومه منها، دي لو ما كانتش عارفاها انا بننبه الحكومه منها وبننبه القوى العامله منها. ان النهارده الواحد لو رايح وظيفه وبيتعين في القطاع الخاص بيمضيه على استماره 6 قبل ما يتعين. في شرع مين؟ بيمضي على استماره 6 على بياض من قبل ما يتعين، عشان في اي وقت صاحب الشغل مش عايزه يجي ماليله استماره 6 بوقته وتاريخه ومع السلامه. فأنهي شرع؟ فأنهي شرع الموظف قبل ما يستلم وظيفته يكون ماضي على استقالته؟ فأنهي شرع؟ وأنهي عقيدة؟ ده شغل القطاع الخاص، وبيمص دم الغلابة. نبيع السلعة بأضعاف مضاعفة وراتب العامل هو ما يزيدش، واللي مش عاجبه مع السلامة. طب ليه؟ يا حكومة، المواطن تعب وجاب آخره. كل فيديوهاتي قبل كده الناس كانوا بيقولوا لي انت بتطبل في كلامك. انا ما كنتش بنطبل عشان انا كنت مقتنع بالكلام في صالح الدولة، وكنت بنقوله للصالح العام للدولة. ولكن النهاردة برضه كلام اللي انا بنقوله ده للصالح العام في الدولة. ما هو الشعب لما يتعب ويتخنق هيحصل منه حاجات هتزعل الدولة. يبقى النهاردة كلامي برضه في سياق خوفي على بلدي وعلى الدولة. ما هو لما نخاف على الشعب وعلى المواطن ده أساس الدولة. الدولة عايزة المواطن يقف معاها، من المفترض الدولة تقف معاه. فين خطة الحكومة؟ هي ما فيش خطة غير لرفع الدعم بس. هي دي الخطة اللي موجودة وبتنطرح باستمرار والناجحة، والشعب بيسكت ما بيتكلمش. طيب ماشي، طب فين خطة رفع الأجور؟ فين خطة رفع المعاشات؟ فين خطة التأمين الشامل؟ الناس اللي مش لاقية تتعالج في المستشفيات، مش كل حاجة لها خطة. عايزين كل الخطط تنجح زي خطة رفع الدعم. احنا عايزين خطط ناجحة ومفيدة زي خطة رفع الدعم، وكلنا بقلوبنا معاكم. ومش هنقول أكتر من كده، مفيش كلام عندي نقوله أكتر من كده، وانتوا فاهمين. والكلام ده للحكومة وللوزارة. كل وزير يشوف هو دلوقتي. انا دلوقتي عايز نفهم الشعب يعمل ايه. الشعب يعمل ايه؟ خلاص ما عادش في مجال. الشعب تعب، المواطن المصري تعب، خلاص جاب اخر. فدلوقتي يا حكومة من فضلك، عملت خطة لرفع الدعم تدريجيا وبتمشي معاكي وناجحة 100%. عايزين خطة لنزول الأسعار تدريجيا وتنجح زي ما بتنجح الخطة دي، مش خطة تنجح وخطة لأ. تمام؟ وعايزين الأجور والمعاشات تترفع بنسبة زيادة الأسعار تدريجيا. مش عايزين أكتر من كده. عدالة اجتماعية. احنا عايزين عدالة، المواطن يقدر يعيش، مش هيبني بيوت ولا هيبني قصور، يعيش ياكل ويشرب ويصرف على بيته. الرجاله النهارده كلها انكسرت جوه بيوتها. في ناس معاها فلوس واصحاب ماليه وظروفهم معدوله مش حاسين ماشي. في ناس غلبانه وتعبانه، وثلاث ارباع الشعب واكتر من ثلاث ارباع الشعب مش لاقي. والحكومه نقول بكره. فين يا حكومه؟ فين وعودك يا حكومه؟ مش عايزين الحكومه تتفرج على المواطن وهو بيدوب. المواطن بيدوب وبيموت. فين يا حكومه وعودك؟ رجاء من الحكومه، من رئيس الوزاره، توخي الحذر. احنا عايزين السلع بتزيد تبقى الرواتب تزيد. كل خطه بتطرح وبتنجح في الزيادات. اشمعنى في نزول الاسعار ما بتنجحش الخطط؟ اشمعنى في المعاشات ما بتنجحش الخطط؟ اشمعنى في المرتبات ما بتنجحش الخطط؟
هي خطة وخطة ولا ماشي على سطر وسطر؟ والرأي ليكم، عايزين الشعب المصري يستقر، عارفين البلد اقتصادها تعبان، ولكن في تجار بتمص دم الغلابة. فين الرقابة؟ فين الرقابة؟ البلد فيها رقابة وفيها قانون. ما يجيبش التاجر بيبيع الحاجة والسلعة يعني أضعاف مضاعفة، والمواطن بيشتريها عشان محتاجها. ما تقوليش ما تشتريش، ما تقولش السلعة ما تشتريهاش، لا، انا محتاجها هنشتريها عشان انا محتاجها. المواصلات بتزيد والاسعار بتزيد والنقل بيزيد، فكل حاجة بتزيد بعد الوقود. يبقى انا دلوقتي رفعت الدعم بنسبة 1% 2% ايا كان، يبقى الراتب بيزيد بنفس النسبة او بما يعادل، والاسعار برضو. دلوقتي ما هو انا دلوقتي عايز نمشي بميزان عشان ما فيش كفه تقع وكفه تبقى في الهواء. لازم يمشوا كده ايه، واحده واحده، نمشيهم مع بعض. مش يجي كله على راس المواطن، على راس المواطن، على راس المواطن. المواطن هيتحمل ايه ولا ايه؟ المواطن جاب اخره، المواطن جاب اخره، والمواطن مع الدوله. ولكن فين الحكومه اللي واقفه مع المواطن او تساعده او تبين له؟ لا، مش ده في سياق الامن العام؟ مش ده في سياق الامن للدوله المصريه؟ عشان الدوله المصريه تبقى في استقرار وامنه، مش لازم المواطن يبقى امن حتى في قوته واكله؟ الخطط اللي تنطرح قبل ما تنطرح خطه رفع دعم ب1%، بنص في المية، ب2%، ايا كان، نطرح خطه للرواتب، نطرح خطه للمعاشات، نطرح خطه للاسعار، عشان المواطن نعرف نكلمه، نعرف نتكلم مع المواطن. لما المواطن نقول له لا ده انا عملت كذا وجبت لك كذا. انما فين؟ وفيه ناس بتقول بناكلوا شوكولاته مش عارف، والله ما انا عارف الدوله اللي قالوا عليها شوكولاته. شوكولاته ايه؟ شوكولاته ايه اللي الشعب بياكله؟ اقسم بالله العلي العظيم الشعب ما هو عارف يجيب رغيف العيش. فيه ناس في الشعب ما هي عارفه تجيب رغيف العيش، وناس جاي لها غرامات ان هي بتسرق كهرباء، وفي السياق ده التموين منع عنهم التموين. اصل انتوا بتسرقوا كهرباء، وجابوا افاده من الكهرباء ان هم مركبين عدادات كهرباء من سنين، وجابوا فتح طيار، وجابوا كل ورق ما يثبت ان هم مش سارقين ولا كانوا سارقين ولا عمرهم سرقوا، وتموينهم متحاش والعيش متحاش منهم. والتموين بيقول لهم انا ما بنقبلش شكاوي، انا ما بنقبلش شكاوي. امال بتقبل ايه؟ تقبل تشيل بس التموين؟ انت شلت التموين عشان بتقول انا متهمني ان انا سارق كهرباء، وجبت لك ما يثبت من وزاره الكهرباء ان انا ما سرقتش كهرباء، وانا عندي عداد بتاريخ كذا من 2 من 3، وقبل العداد كنت عامل ممارسه بتاريخ كذا وبندفع، ما سرقتش. فانت بناء عليه حشت مني التموين وحشت مني العيش، بناء على ايه؟ عن ان انا سارق كهرباء. جبت لك ورق ما يثبت ان انا ما سرقتش كهرباء، تقول لي انا ما بنقبلش شكاوي؟ امال بتقبل ايه؟ تقطع بس عن الناس؟ في ايه؟ مش ده دور الحكومه برضه، ودور الرقابه، ودور التموين، ودور الكهرباء، ودور 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 ودور؟ فيه ايه؟ الشعب تعب، الشعب تعب، الشعب تعب. وبس كده. انا في نهايه الحلقه بوجه رساله للسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الحكومه والساده الوزراء. كل وزير يشتغل فيما يخصه ويحس بالمواطن المصري، عشان المواطن جاب اخره، المواطن جاب اخره. الناس بتكلم نفسها، وناس ياما بتشتكي لي وقالت لي، وناس تعبانه، يعني تسال ده تعبان، تسال ده تعبان، تسال ده تعبان. مش هنكتر في الكلام. السلام عليكم.